البنت اللي في الصورة قدامك دي اسمها ساندرا كانتو. عمرها 8 سنين من ولاية كاليفورنيا أمريكا. في يوم من الأيام قالت لأمها إن هي هتطلع تلعب شوية مع أطفال الجيران قدام البيت، ومن ساعة اللحظة دي وهي اختفت تماما من على وش الأرض من غير أي أثر. بعد فترة الشرطة نجحت في العثور على جثتها، وكانت محطوطة جوه شنطة سفر ومرمية في طريق شبه مهجور جنب بركة مياه راقدة. ايه قصة البنت دي؟ ومين اللي قتلها؟ وايه السبب اللي يخليه يعمل كده؟ القصة بدأت يوم 23/7 سنة 2009. وقتها ساندرا كانت راجعة من المدرسة بعد ما روحت البيت وغيرت هدومها وارتاحت. طلبت من أمها تطلع تلعب شوية مع ولاد الجيران. الأم كانت بتجهز الغدا، والمنطقة اللي هم ساكنين فيها كانت مكان هادي وآمن ومفهوش أي شيء يدعو للقلق. وغير ده كله الناس عارفة بعضها وفي ود كمان ما بينهم. المهم الأم سمحت لها بالخروج، وقعدت في البيت لوحدها تشوف ايه اللي وراها، ومحطتش الموضوع ده في دماغها. بعد حوالي 4 ساعات بدأت تلاحظ الأم إن